سلام سلام، نتمنى يلقاكم فيديو بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم البسباس مشرمل بواحد الطريقة رائعة جدا، كيجي بنين بنين بزاف. مفور بالخضر، هو مشرمل ومفور بالخضر والفخيدات ديال الدجاج. بالنسبة للخضر اللي موجود عندك في البيت، انا اختصرت على بطاطا وهكا واللوبيا الخضراء صافي. وخديت البسباس هنا راني قطعته في النص هكا ونقيته مزيان وغسلته. البنات ردوا البال البسباس دوك الوريقات ديالو، غسلوهم مزيان وحاولوا ديروا في عليهم شويه ديال الخل ولا شويه د الحامض باش هكا كيتعقموا. خديت هنا واحد الحبه ديال البصله اللي متوسطه الحجم، غادي نقطعها رقيقه بزاف. وناخذ واحد الكميه ديال البطاطا على حساب المتوفر عندكم، يعني على حساب الاشخاص اللي عندكم. خديت انا هنايا واحد زوج ديال الحبات ديال البطاطا ولا ثلاثه يكونوا صغارين. خديتهم وقطعتهم على شكل دائره، ومن بعد غادي ناخذ البسباس ديالي وغادي نشرملو مع البصيله ومع هكا التوابل التاليه. غادي ناخذ البصله اللي كما قلت لكم راني مقطعتها قطع صغيره، وغادي ندير واحد المعلقه اللي كبيره ديال الصوص الخضراء، يعني ديك لاصوص اللي كتكون راني شاركتها معكم بزاف ديال المرات، كتكون فيها الثومه الحامض وزيت المائده ومع زيت الزيتون، وكنطحنوهم مع القزبور اللي كيكون كتير صافي. حتى كنطحنوهم مزيان وكيعطيونا هاد لاصوص. هذه هي اللي غادي نشرملو بها او غادي نتبلو بها هذيك الخضيره ديالنا وداك البسباس. غادي ناخذ واحد تقريبا قياس حامضه كبيره، كنعصرها مزيان لان البسباس كيبغى الحامض بزاف، ومع التفوير راه غادي ينزل داك الحامض لتحت. غادي ناخذ هنايا شويه ديال البزار، شويه سكينجبير، شويه ديال المليحه مع زيت الزيتون وزيت المائده، وشويه ديال الزعفران، الدهمه ديال الزعفران. غادي ناخذ هذيك الخضيره ديالي ديك البطاطا ديالي ونحاول نشرملها بهذيك التتبيله ديال البصله وهذوك التوابل هذوك. اما الا ما كانتش متوفره عندكم ديك الصوص الخضراء، ضروري غادي تاخدي واحد 3 ولا 4 ديال الدروس ديال الثوم مع مليحه ودقيهم مزيان مع واحد الكميه ديال القزبور. دقيهم مزيان لان التتبيله ضروري يكونوا هكا القزبور يكون ما باينش والثوم ما بايناش، ولكن النسمه ديالهم كاينه موجوده بقوه. هنا من بعد ما نقيت اللوبيا وغسلتها غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، غنقطع قطع صغيره وغادي نفرشها مع ديك شويه البصله اللي كتكون بقات لي تما. غادي نفرشها هي من الاسفل، وغادي ناخذ هذيك البطاطا اللي شرملتها ولا اللي تبلتها بديك التتبيله ديال البصله ودوك التوابل، غادي نديرها من الفوق وهي غادي تنزل لنا هذوك التتبيله، غادي تنزلها وتشربها ديك اللوبيا الخضراء، يعني بلا ما تسبلوها راه هي كتشرب دوك حتى داك المريقه ديال الفخيضات راه غادي تشربهم هكا وغادي تتبل بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، وكتجي تبارك الله كتجي متبله وبنينه بنينه بزاف. صافي كناخذ هنايا البسباس حتى هو كنوزع له ديك الشرميله هذيك ولا ديك التتبيله هذيك، كنعمرو هكا في الوسط. غتنزل هذيك هذوك العطور غادي ينزلوا، غادي تشرب هذيك داك البسباس ديالنا غادي يتشرب مزيان هذوك العطور وكيجيو بنانين صراحه. كناخذ الفخيضات هنايا ديالي انا الفخار دائما كنتبلهم عاد كنديرهم في الكونجيلاتور، يعني واخا حتى ما نتبلهمش دابا راه ماشي مشكل، ولكن واخا هكاك كناخذ داك التتبيله وكنحاول نوزعها على دوك الفخيضات مزيان وصافي. وكنسد على هكا الكوكوط ديالي، كنخليها واحد المده ديال ثلث ساعه حتى كيدخلها الطياب كما كتلاحظوا تبارك الله. كتحس بدوك الفخيضات راهم طابوا وتشربوا، وبحال هذيك المريقه اللي كتكون نزلت لنا ديال اللي كتكون في الكوكوط. غادي نوري لكم شنو غنديروا بها. اما بالنسبه للفخيضات غناخذ واحد البويضه وغنضربها مزيان مع واحد شويه ديال الحليب، وغادي ناخذ الذره داك الدقيق ديال الذره، وغادي نفند فيه دوك الفخيضات ونقليهم في الزيت، وكنحصل على واحد الفخيضات اللي مقرمشين وبنان بنان بزاف. وبحال هذيك كما قلت لكم داك المريقه اللي تبقات لي في الكوكوط، غادي نزيد عليها شويه ديال الرز، واحد الكاس ديال الرز، ونزيد عليها شويه ديال الماء، وغادي ندير فيها الرز. كيجي متبل وبنين بنين بزاف بديك المذاق ديال داك الخضيره د الماء الخضراء وبالمذاق ديال داك الدجاج، وكيجي غزال بزاف. وبالنسبه للبسباس كنهزو هو الاول وكنستفو هكا كيف كتلاحظوا، كنستفو في الطريفات هكا، وكناخذ ديك الخضيره عاود كنوزعها وندير دوك الفخيضات. المهم التقديم
على حسب هكا، على حسب الذوق ديالكم. شوفوا تبارك الله هذوك الفخيدات كيجيو محمرين ومقرمشين وكيجيو بنان تبارك الله، والله ما تشبعي منهم. غير جربوا هاد الطريقه، راه انا متاكده غادي تنال الاعجاب ديالكم. وغادي نوزع هكا واحد شويه ديال الزويته، زويته ديال زيت الزيتون، كتجي بنينه بنينه بزاف، مع شويه ديال الحامض كيكون هكا. اللي بغى البليصه ديالو يدير فيها الحامض كيعصر شويه ديال الحامض، لان كما كنعرفوا ان البسباس كيبغى الحامض بزاف وكيجي بنين بالحامض والثومه. دابا وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد البسباس مشرمل بهاد الطريقه هادي. كيجي غزال غزال بزاف. وحتى الطريقه ديال الكوكوط اللي استعملت لكم، ان الكوكوط كديري فيها شويه ديال الماء وكديري التبصيل، كيخلي الكسكاس يهز لك واحد الكميه ديال الخضره اللي تكفيك هكا، واللي ما تشدلكش الكوكوط بزاف. دابا ما بقى لي غير نقول لكم وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء، باي باي.